الله أكبر، الله أكبر، الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يصلي صلاة الفجر دي شهادة لي عملية بأن هذا الرجل بريء من النفاق. الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال. المولى عز وجل يسخر لك ملكا خاصا يحرسك. اللي يصلي الفجر في جماعة، شوف بقى المفاجأة الحلوة، كأنه امتلك الدنيا كلها بقت بتاعته ثم تصدق بها فتكتب في ميزان حسنات. وشوف ربنا هيعوضك خير قد ايه، شوف ربنا هيبارك لك في رزقك قد ايه، شوف هيبارك لك في صحتك وفي راحتك وفي كل حاجة، والله فوق ما تتصور. المولى عز وجل يعطيك ويعطيك أيضا أيها الأخت الفاضلة، يعطيك النور التام يوم القيامة. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. يعني ايه ذمة الله؟ يعني في أمان الله وفي حماية الله وفي ضمان الله وفي عهد الله وفي أمان الله. يتكتب لك قيام ليلة كاملة من العشاء للفجر لو صليت الفجر في جماعة. يبقى الملائكة هتستغفر لحضرتك لو انت صليت الفجر في جماعة. ايه رأيك؟ الملائكة بتقول: يا رب اغفر للراجل ده اللي جه صلى الفجر في جماعة. بالله عليك عايز اكتر من كده؟